قبل الخوض في التفاصيل إليكم أبرز عنوان لهذا اليوم بعد زيارة المغرب: هل يرتدي دياز قميص الأسود؟ يسود الغموض المستقبل الدولي لإبراهيم دياز نجم ريال مدريد، الذي يتأرجح بين تمثيل منتخبي المغرب وإسبانيا، غير أن اللاعب تواجد بالمغرب مؤخرا لأسباب غامضة ربما ترتبط بمسألة التفاوض معه للعب للأسود. وكشفت مصادر أن وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب بات مصرا على استقطاب اللاعب بعد محاولتين فاشلتين تنقل على إثرهما المدير الفني سابقا صوب ميلانو، حينما كان دياز معارا لميلان، وحينها طلب اللاعب مهلة للتفكير بسبب الضغوطات التي مورست عليه لتمثيل منتخب إسبانيا. ويأتي إصرار الركراكي رغم أن المدرب ظهر في مؤتمر صحفي قبل مباراتي الرأس الأخضر الودية وجنوب أفريقيا بتصفيات الكان، وتحدث عن دياز وقال إنه لن ينتظره كثيرا ولا مكان للاعبين المترددين مستقبلا في منتخب الأسود. وبحسب المصادر فإن الركراكي واتحاد الكرة يعملان مؤخرا بشكل قوي على ملفات عديدة المواهب المغربية التي تنشط في أوروبا وتحمل جنسيات مزدوجة. ونجح المغرب في إقناع أمين عدلي المحترف في ليفركوزن بارتداء قميص الأسود بدلا من منتخب فرنسا، مثلما حسم تقريبا تفاصيل اللاعب إلياس بن صغير المحترف في موناكو الفرنسي. اشتركوا في القناة وفعلوا جرس التنبيهات.